تنساش هخليك تتكلم انجليزي في شهر. اوعى تنسى. احنا كده بقالنا كام يوم؟ 5 ايام. النهارده الحلقة رقم 6. ركز في الحلقة رقم 6، واللي هقوله النهارده لازم تستخدمه دلوقتي حالا، اوكي؟ طبعا انت كل يوم بتشكر ناس كتير، تقعد تشكر في ده وتشكر في ده، اللي يعمل لك خدمة تقول له شكرا شكرا شكرا. بدل شكرا بقى، بدل كلمة شكرا هتقول التي اتش بطلع لساني فيها thank you. thank you يعني شكرا لك. قول ورايا thank you. thank you اهي. thank you. thank you. يبقى اي حد يعمل لك خدمه قول له thank you. عمل لك اهي thank you. اي امر يا باشا قول له thank you. thank you. thank you. thank you. او ممكن بدل كلمه thank you تقول تستبدلها بكلمه thanks. كلمه واحده. thank you يعني شكرا لك، انما thanks شكرا، بس ما تنفعش تقول thanks you، غلط. يبقى يا اما تقول thank you يا اما تقول thanks، والحرفين دول لازم تطلع لسانك فيهم، عشان احنا المصريين بنقول thank you بنقول thank، وده غلط. هي اسمها ايه؟ thank thanks thanks thanks. يبقى لازم تقولها دلوقتي. ايه رأيكم في الكورس اللي بديهولكم؟ اشكروني فتقولوا له ايه؟ thank you او thanks. اوكي؟ كمان كلمة ناخدها برضو النهارده وتستخدمها دلوقتي. وانا واقف دلوقتي بقول لابني ناولني دي، هات دي، اعطيني دي. طب هات دي، اعطيني دي. هتقول ايه؟ give me. give me. give me يعني اعطيني. عايز اي حاجة من اي حد قول له give me. عايز تقول له اعطيني دي يعني this، خدناها قبل كده. give me this، خدنا كلمة this قبل كده، اتعلمها بقى. give me this اعطني هذه. ها give me this اعطني هذه. يبقى اتعلمنا دول، لازم تستخدمهم دلوقتي. ها انت لسه ما استخدمتهمش؟ استخدم دلوقتي حالا. قول كل واحد يقول لي جنبه ايه؟ give me. give me اعطيني. والتاني لما يعطيها لك قول له بقى ايه؟ thank you. thank you. وبشكركم، ويا رب تكونوا بتستفادوا معانا. دي الحلقة السادسة، فحاول تستخدم كل اللي خدناه. السلام عليكم ورحمة الله.